في ريف المنوفية، في قرية صغيرة نائية، كان في بيت في آخر الشارع. البيت ده كان قديم، مبني من الطوب اللبن وسقفه خشب. الجيران كانوا بيقولوا عليه البيت اللي في الآخر ومحدش يقرب منه بالليل. لكن فاطمة بنت 24 سنة من نفس القرية كان عندها فضول تعرف إيه اللي جواه. البيت ده كان سكنه عائلة من زمان، لكن من 20 سنة العائلة اختفت في يوم وليلة. الناس قالت هجروا، قالت ماتوا، قالت الجن أخدهم، وباب البيت فضل مقفول. فاطمة كانت بتشتغل في محل خياطة في القرية، وكل يوم تعدي جنب البيت ده وهي رايحة البيت. في يوم لقيت الباب مفتوح شوية ونور خفيف طالع من جوه. فضولها ما قدرش تكتمه. دخلت البيت، لقيت الأوضة كبيرة فيها كرسي هزاز قديم بيتحرك لوحده. على الحيطة صور قديمة لعائلة، راجل وست وأولاد. الصور كانت قديمة بس الوجوه فيها كانت واضحة. فجأة الكرسي وقف وسمعت صوت من وراها: أهلا بيك يا فاطمة، استنيتك من زمان. أدارت وشها بسرعة، لقيت ست عجوز لابسة أسود قاعدة في ركن الأوضة. الست العجوز قالت لها: أنا صاحبة البيت وعايشة هنا لوحدي من 20 سنة. ولادي سافروا وسابوني، جوزي مات وأنا مستنية حد يزورني. فاطمة خافت بس حست إن في حاجة غلط. الست العجوز كانت بتتكلم لكن عيونها كانت مطفية وشفايفها مش بتتحرك. فجأة الست اختفت والكرسي وقف. فاطمة جريت تخرج، لقيت الباب مقفول. فضلت تدق في الباب، مفيش فايدة. رجعت جوه الأوضة، لقيت الكرسي بيتحرك تاني والصور على الحيطة اتبدلت. الصورة الجديدة كانت ليها فاطمة قاعدة على الكرسي وعيونها مطفية. سمعت صوت من كل حتة: استريحي يا فاطمة، انت هنا دلوقتي مكاني. فاطمة صرخت وأغمي عليها. الصبح ناس من القرية شافوا باب البيت مفتوح ودخلوا، لقيوا فاطمة قاعدة على الكرسي، قاعدة ساكتة بتبص للسقف. ولما كلموها ردت بصوت غريب، صوت ست عجوز: أنا اللي كنت قاعدة هنا، فاطمة دلوقتي قاعدة جنبي. دوروا عليها هناك، راحت على الصورة على الحيطة، لقيوا صورة فاطمة جنب صورة العجوز، الاتنين قاعدة على الكرسي. من ساعتها البيت فضل مقفول، بس أي حد يعدي بالليل يشوف نور خفيف في الشباك وستين قاعدين على كرسي، واحدة كبيرة وواحدة شابة. وقعدوا يحكوا إن البيت ده بيختار ساكنينه وإن اللي يدخله ما يخرجش. وفاطمة بقت الست الجديدة في البيت اللي في الآخر. عجبك الفيديو؟ اشترك في القناة وفعل الجرس وشاركه مع أصحابك، عشان البيت اللي في الآخر ممكن يكون جنبك وانت مش واخد بالك. أنا منتظركم في الفيديو الجاي.